السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت ربنا بيديك الفرصة ان انت يعني ترجع مع الزمالك تاني بعد تعادله مع انبي. لكن لا، ازاي؟ احنا عندنا لعيبة عالة ومش رجالة. كابتن خطيب، امشي. الله يرضى عنك يا كابتن، انتوا مجلس الإدارة. استريحت يا كابتن؟ استريحت حضرتك لما قعدت تعاند الجمهور والمفروض المدرب السباك اللي قاعد ده يمشي؟ اللي بديلي بديانج اللي اصلا والله ديانج اخر لاعب في الملعب. ما علينا. الدوري راح، كونفدرالية احتمال تروح. الجيل ده هو نهاية لأسوأ جيل، وهي دي المأساة. هي دي نهاية جيل. يعتبر انا همسك لساني والله، انا كمية شتايم وقلة ادب انا ماسكها بالعافية. نهاية جيل مش رجالة. دي المفروض لعيبة اللي ولا مؤاخذة رجعوا لنا الاهلي يا جدعان. رجعوا لنا الاهلي. لعيبة اللي ما بتبصش لبعض في الفلوس. لعيبة اللي ولا مؤاخذة مش جاية عشان تلعب عشان الفلوس عشان النادي الاهلي. رجعوا لنا اللعيبة دي بالله عليكم. يعني رجعوا لنا الناس دي بعد اذنكم يا كابتن خطيب. توكل على الله. مش عايزين استاد، مش عايزين كورة، مش عايزين العاب الصالات. طز في الالعاب الصالات. انا خرجت من افريقيا بفضيحة. انا الدوري راح، انا مش عارف والله هتكلم فني في ايه. اتكلم فني في الشوط الاولاني اللي نازل، المفروض انا ارزع بيراميدز في الشوط الاولاني، المفروض على الاقل جون او جونين. واجي في الشوط الثاني والله العظيم انا لو انا قعدت حللت المباراه انا هيتحرق دمي. كابتن شوبير، انت ليه يا اسطى بتطلع في يعني تطلع من جونك ليه كتير؟ فاكر نفسك مانويل نوير واحنا مش واخدين بالنا؟ طبعا المباراه الجايه قدام الغريم التقليدي الزمالك. مبدئيا كده هو هينزلوا عندهم دفع ان هم يكسبوك. ليه؟ عشان هو لو كسبك يبقى هو رسميا خد الدوري وانت مالكش فرصه. انت مالكش فرصه اصلا. يعني انا والله انا ماسك نفسي بالعافيه وساكت. كفايه حرقه الدم والشتايم اللي اللعيبه خدتها وي وي وي. كفايه الناس اللي على القهوه اللي مشيت متنكده. انتوا لعيبه. انت كابتن زيزو، ايه يا اسطى البلن دي؟ ايه يا اسطى؟ ايه يا عم بالونه؟ ايه يا درجن يا اسطى؟ والله انا استحي ان انا وانا بلعب كوره اعمل بيلنتي زي ده. لعبه بيراميدز نازله، انا بس عايز اسال لهم، بس انتوا نزلتوا بحميه قدام النادي الاهلي، لكن انتوا قدام الزمالك ما عملتوش ربع اللي انتوا عملتوه ده. بس لا يا باشا، انا مش هجيب الغلط على النادي الاهلي، مش هجيب قصدي الغلط على لعيبه بيراميدز، هجيب الغلط على لعيبه انا. لعيبه انا اللي قبل الماتش بساعه عارفه ان الزمالك اتعادل الفرق بقى 6 بونت. مفيش دوري ابطال يا جماعه السنه الجايه. هلعب مع البط الكيني كابتن زيزو. مبروك يا كابتن. جبت لنا النحس. وديتنا نلعب مع البط الكيني والزعبولة الزنزباري. الشوط الاولاني كله ما عندكش غير كورتين. الكرة اللي اتلعبت في اول دقيقة عرضية من هاني، حطها طاهر محمد طاهر، الشناوي خرجها. والكرة التانية اللي عرضية من هاني برضو، اللي هيغيب طبعا من مباراة القمة، حطها تريزيجيه بدماغه بره. الشوط الثاني طبعا نفس الكلام، عرضيه من هاني، الباشا تريزيجيه بيحسس عليها، وعرضيه من زيزو المفروض ان هي تبقى جون، ملح. طبعا فيستون مايلي يا جدعان مهاجم، والله انا لو عليا انا فعلا يا ابني المفروض ان هو كان المفروض يجي للاهلي فري السنه الجايه. الراجل ده يقول لك يا عم انا ايه اللي يخليني اجي فرقه عيانه ومكسحه زي النادي الاهلي دي؟ طبعا يعني انا مش عايز اقول لك لما السباك اللي عندنا فاق وخرج طبعا محمد شريف اللي مش شايف قدامه، وديانج، ديانج فالنسيا. انا واحد المفروض ماشي وسايب الفرقه كمان 3 مطوشه ولا 4 مطوشه بلعبه، هو مش مركز يا باشا، هو خايف على رجليه. ما علينا. ربنا يبارك لكم يا كابتن محمود الخطيب. والله العظيم يعني انا مش عايز اقول لك، انا الناس شافت رد فعلي حرفيا انا كنت هقوم اتخانق واعمل مشاكل، فليه يا عم انا احرق دمي ليه؟
انا ليه احرق دم واتفرج على لعيبه كلها اصلا مش رجاله؟ لعيبه كلها ولا مؤاخذه الاي تي ام بتاعها باخر الشهر بيتقبض والدنيا حلوه. انت كمان 4 ايام هتلاعب الزمالك، واقول لك حاجه، الزمالك هيكسبك. اول مره جماهير الاهلي يا ماشيه من على القهوه تقول لك احنا خسرنا خلاص، وخسرنا من الزمالك. مبروك مقدما كابتن خطيب، امشي بعد اذنك. ما تقعدش عشان افتتاح استاد الاهلي واللقطه وبتاع. امشي يا عم، الله يرضى عنك. قرفتنا قرفتنا. جبت لنا من اول الموسم، وديتنا كاس العالم للانديه، بقينا حصلت المجموعه اللي كنا ممكن نصعد فيها. جبت لنا مدرب عر اسباني، والله العظيم جايبينه من على لينكد ان. جبت لنا يستروب اللي عارف ان هو ماشي اخر الموسم، بس لا ازاي؟ عشان الشرط الجزائي. برافو يا كابتن خطيب، اهلا بيكم. كابتن خطيب وهو بيستقبل المدربين دول، اهلا بيكم وخشوا دمروا النادي الاهلي. المشكله بقى ان احنا لما بنيجي نتكلم يقولوا عليك لجنه، ويقولوا عليك مدفوع الاجر وي وي وي. احلى مسا عليكم يا جدعان. طبعا فيستون مايلي طبعا سرقنا في الجون الاول والثاني اللي ياسر ابراهيم اتصاب. بعد كده يعني انا نزول، انا بس هي القصه كلها في الجون اللي اتلغى لينا. هو انا شايفها مش اوفسايد، بس طبعا عشان الناس دي حكام اجانب وعندهم ضمير، جون يعني مش جون بالشفا. احلى مسا عليك يا كابتن خطيب، احلى مسا عليك يا رجاله. اتمنى بقى ان اسلام مهدي والرجاله بقى الاهلاويه كلها يعني النهارده تبقى حفله استقبال للعيبه النادي الاهلي. واتمنى ان الجمهور اللي في الاستاد ده، والله لو شاف حد، اتمنى لو حد شاف فيهم من لعيبه الاهلي دي يكونوا معلقه محترمه، سواء بقى امام عاشور، بن شرقي، كابتن زيزو، كابتن بالونه اللي بوزه فقر من ساعه ما دخل النادي الاهلي. انا قلتها من زمان، صفقات كده النسا، وان انت تيجي على اللعيبه اللي هي اصحاب اللي هي الفضل في النادي الاهلي هي السبب. مبروك عليكم يا جدعان الكونفدراليه السنه الجايه ده لو لحقناها. كابتن تريزيجيه، انت اسوأ صفقه جت للنادي الاهلي. السلام عليكم.